عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعاده. النهارده يا بنات جايبه لكم اختراع، حاجه كده من الاخر لذيذه ورخيصه وخطيره. الازازه دي فيها ايه؟ الازازه دي فيها ارخص واجمد واحلى مزيل مكياج او ماء ميسيلار هتعمليه في بيتك، مش هيكلفك ال5 جنيه. عايزه تعرفي طريقته؟ تعالي يلا تابعي الفيديو وشوفي انا هعمله لك ازاي بمكونات موجوده في كل بيت، رخيصه بس نينجا، وهتديكي نتائج اعلى من نتائج الماء الميسيلار او مزيل المكياج اللي بتجيبيه غالي من اماكن غاليه كتير. وهعمل لك تيست في الاخر وهوريكي بعينيكي ازاي هحط مكياج وهشيله بمزيل المكياج ده بفاعليه من اول مسحه. يلا بينا على المكونات. الحاجات اللي هنحتاجها سهله وبسيطه جدا جدا جدا. هحتاج ميه مقطره او ميه ورد. ميه مقطره دي بجنيه او ميه ورد، وسرنجه عشان هسحب بيها جل الصبار. النوع ده خطير، انا بجيبه تحفه بتاع بايو سوفت. بصوا خطير، بس انا بحطه في التلاجة عشان كده يعني تحسيه مندي شويه. هحتاج اي نوع من انواع زيت جونسون، وهحتاج جليسرين انا بجيبه سايب، ولو متوفر عندك زيت شجره الشاي، ما عندكيش اكتفي بدول بس. بصوا احنا بنعمل دلوقتي ماء ميسيلار بارخص الامكانيات المتاحه. هينفع معاكي ماء ميسيلار كتنظيف عميق للبشره، وهينفع معاكي مزيل مكياج حاجه كده سريعه لو انتي مستعجله. بصوا بقى، هنجيب بقى عندنا اي تيوب نظيفه. انا دي بتاعت سيرم الهيالورونيك بتاعت لاروش بوزيه، كنت عملت معاكم قبل كده سيرم الهيالورونيك، ودي عندي فاضيه. هحط فيها ايه؟ هحط نصها بالظبط، يعني بالظبط نصها الماء المقطر ده، نصها. انصحك بلاش ماء الفلتر، يعني هو ميه الفلتر تنفع وكل حاجه، بس مشكلتها معانا ان الوصفه دي مش هتقعد معانا كتير، لكن مع ميه مقطره ممكن تقعد معاكي ان شاء الله شهر في التلاجة. تمام؟ استخدميها كل يوم عادي جدا وبراحتك. هحط اول حاجه هحط الكيس، يعني هحط لغايه نص الازازه كده بالظبط وهرجع لكم. ما خدتش الكيس كله، يعني تقريبا نصه. لو انت عندك ازازه اكبر بحطي بقى امليها. انا اهي حطيت نصها. بعد كده هحط حوالي يعني ممكن نقول معلقه فنجان صغيره او معلقه شاي صغيره من الجليسرين. تمام؟ هوريكم دلوقتي. بصوا اهو، بس كده، انا مش محتاجه اكتر من كده. زيت جونسون، وانا في الوصفه دي يا ريت تجيبوا لي زيت الصبار، يعني ده افضل زيت، مش اللي هو بتاع اللافندر، عشان ده ما فيهوش عطور وما يأذيش البشره. برضه هحط منه نقطه مش كتير، بس كده. انا بقى فتحت السرنجه وهسحب بيها علشان ما اهدرش من بذر اللي هو الالوفيرا او جل الصبار. دي احسن طريقه، يعني انا دورت على طرق كتير ان انا ازاي مثلا اعبيه او كده، دي افضل طريقه اهي كده، وهتتحط بكل سهوله هنا. بصوا من غير ما اهدر، بصوا ما اخرجش بره. وبعد كده بقى هحط نقطتين او 3 من زيت شجره الشاي. طب زيت شجره الشاي ده بيعمل لي ايه؟ ده بيطهر البشره وبيقتل اي ميكروبات او فطريات فيها، بينقي المسام وبينظم افراز الدهون. ونسيت اقول لكم اصلا ان جل الصبار ده حلو قوي لتهدئه الاحمرار، وحلو جدا لتنظيم افراز الدهون، حلو جدا 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 لو ملتهبه بشرتك بعد الشيفنج، خطير. بس حطيه طبعا في التلاجة، ما تستخدمهوش كده على طول عشان تاخدي نتيجه مضاعفه. احنا الميكس اللي احنا عاملينه اللذيذ ده خطير 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 كتنظيف وكتهدئه، وتخلي وشك كده صافي. عايزه تحطي كبسوله فيتامين اي كمان معاهم براحتك، مش عايزه اوكي. انا بعمل لكم دلوقتي ماء ميسيلار باقل اقل اقل امكانيات متاحه عندك تعملي بيها الماء الميسيلار ده، او مزيل المكياج. بدل ما تروحي تجيبيه ب 200 وب 300، احنا مش هيتكلف معانا باللي احنا بنعمله ده اقل من 10 جنيه، يمكن 5 جنيه كمان. بصي، وعبوه تقعد معاكي يعني في رينج الشهر،
ومش هتكلفك ولا حاجه. هحط بس النقطتين بتوع شجره الشاي دول وارجع لكم اهو. مش هحط كتير، بس زي الفل كده. وهغطيها وهرجها. هنعمل ايه؟ هنرجها كده قبل كل استخدام، وطبعا هنبقى حاطينها في التلاجة. ما دام حاجه احنا عاملينها بايدينا هنحطها في التلاجة. طب انا عايزاكي تعملي تيست، يعني هاتي كده، هجيب لكم كده ايلاينر احطه على ايديا وهسيبه ينشف مش هو طري، وهنمسحه بماء المسيلار اللي احنا عملناه ده ونجرب ونشوف هو فعلا حلو ولا لا. ادي انا اهو حطيته، هسيبه ينشف شويه علشان لو مسحته دلوقتي هيتمسح على طول. وهنشوف دلوقتي لما همسحه بالماء الميسيلار اللي انا عملته هل هيهبب ولا هيمسحهولي بمسحه واحده. هسيبه ينشف وارجع لكم. هو كده نشف خالص، هحط بقى عليه واوريكم. احط نقطه كده، نقطه على منديل وهمسح بيه. بصوا اهو في ثانيه اتمسحت. بصوا في ثانيه، في ثانيه. وده بيأكد قد ايه انه خطير، بجد خطير. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، واتمنى ان شاء الله انه تجربوه وتقولوا رايكم في الكومنتات. باي باي، ونتقابل ان شاء الله في وصفات جديده وتريكات جديده.